ايه هي الحالات اللي ما ينفعش العب فيها رياضه خالص؟ تعال اقول لك. انا احمد الفخراني، تربيه رياضيه واخصائي تغذيه معتمد، وبقدم معلومات في التدريب والتغذيه. لو حابب تتابعني ويلا بينا. اول حاجه الناس اللي عندهم مشاكل في القلب او في الرئه او عندهم امراض تانية، مش المفروض انهم يعملوا رياضه الا لما يستشير الدكتور بتاعه الاول. تاني حاجه الناس اللي عندهم اصابات في العضلات او في العظام او المفاصل، زي الكسور والتهاب المفاصل والتواء العضلات. الناس دي ممكن يحصل لها مشاكل لو لعبوا رياضه. 3 الناس اللي عندهم امراض معينه زي السكر او ارتفاع ضغط الدم وامراض الغده الدرقيه. الناس دي مش المفروض ان هم يلعبوا رياضه قبل ما يستشير الدكتور اللي بيتابع حالته الاول. 4 الستات الحامل، في بعض الاحيان ممكن الدكتور ينصح السيده الحامل بانها تمارس رياضه خفيفه، وفي احيان تانية ممكن ينصحها ان هي ما تعملش رياضه خالص. علشان كده مهم ان انت تستشير الدكتور اللي بيتابع حالتك الاول علشان يقولك هل انت مناسب ليك انك تلعب